صحيت على الكارثة اللي انتوا شايفينها ديت. انا كنت صاحية اصلا بصحي ابني والحمد لله قدر الله وما شاء فعل. اهم حاجة ان محدش جراله حاجة الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهاردة بفيديو جديد، والفيديو ده بادئ معاكم بالظبط من الفجر. تمام، انا كنت راجعه من عند مامتي، كان جوزي اجى خدني انا وولادي، بقى كنا الفجر وطلبت معانا عشوائيه الجامده دي. تعالوا بقى اقول لكم عملت ايه، وبعد كده اقول لكم ايه اللي حصل في الاوضه. الطاسه اللي انتوا شايفينها في الاول اللي فيها الطماطم والبصل دي هقول لكم كل حاجه بالترتيب. تمام، انا هنا كنت بوريكم المطبخ كان عامل ازاي، ولسه هتشوفوه عامل ازاي. الفيديو ده مليان حاجات غريبة. بصوا هنا، اول حاجة انا كنت عايزة اخلصها كانت الدقة. انا حاطة فلفل، مش حاطة حامي عشان ولادي كانوا هياكلوا معانا. فلفل وبقدونس وتوم وكمون بقى وكزبرة، شوية خل، شوية ملح، ما بحطش فلفل. تمام، هنا كنت بحمر بطاطس، بس هقول لكم ليه، مش هناكلها كده كالعاده، يعني هقول لكم ليه. بعد ما الطماطم والبصل دبلوا شويه نزلت عليهم الفول في الوصفه دي لازم يبقى مهري شويه، فاهميني؟ اللي هو مهروس، مش حبايه كامله. انا قلت للراجل بتاع الفول وهو عملها لي. ساعات بيبقى عندي عادي فبهرسه انا في البيت. الطاسه دي بقى فيها فلفل احمر وشبت وشويه بابريكا وكزبره، وهنا هنحط التوم. بس التوم عايزين ريحته، بس يعني ريحته تطلع على طول على طول تقوموا حاطين في البطاطس. الوصفه دي هتعجب ولادكم جدا، يعني انتي ممكن هنا تجددي في البطاطس، مش شرط فلفل احمر، بس هو بيديها تسكيره حلوه. ممكن تحطي فلفل اخضر عادي. والبيض حطيته على السجق، محمر سجق في سمنه عادي. هنا بقى الفول طلع، حطيت عليه الدقه اللي انا عاملاها، وكنت سايبه شويه من الطماطم والبصل على الوش كده، اللي هما مش دبلانين، صحيين تحفه. وعملت معلقتين طحينه حطيتهم على الوش. جماعه، ده احلى طبق فول ممكن تاكلوه في حياتكم. وخدت شويه من الدقه حطيتها على الخيار، بتديها طعم حلو. وغرفت هنا برضو البيض بالسجق. وده طبق البطاطس اللي انا عملته معاكم. طبعا طبق بطاطس ولا اسهل. جماعة أكلة رهيبة رهيبة رهيبة، والله العظيم تنفع غدواية، هي فيها كل حاجة. بعد ما عملنا العشوائية الحلوة ديت، احنا دلوقتي أصلا هما كلهم ناموا، بس أنا كنت قلت هصلي الشروق واقعد بقى أعمل الكلام ده كله. تمام، اللي حصل غير كده خالص، بنتي تعبت. انتوا عارفين بقى البيت اللي فيه تعب بيبقى متكركب، ده طبيعي يعني، ده طبيعي على أي بيت. فنمت الصراحة، وبعد كده نزلنا، كنا معزومين عند حماتي، فلسه راجعين بقى من عند حماتي. انا تعبانة، انا ما بنامش. فبصوا بقى، انا عايزة اوريكم المنظر والرؤية يعني. ربنا يعين كل ام عندها اولاد، وخصوصا اللي بيبقى عندها اكتر من طفل واحد، فربنا يعيننا كلنا ويدينا الصحة عشانهم. انا في حياتي اصلا عايزه اقول لكم عمري ما شفت مطبخي كده، بس انا اتعلمت حاجه يعني. ده عايزه اقولها للناس اللي هي موسوسه بالنظافه والكلام دوت، انه عادي، عادي البيت طالما فيه اطفال يبقى كده. وارد بيحصل حاجه، يعني مثلا المكوه دي مكانها مش هنا، مكانها الاوضه. هتقولوا لي ايه اللي جابها يا رويده المطبخ؟ انا كنت بكوي بقى، انا قلت لكم كنت معزومه، فكنت بكوي مع الأوض. عندي مش عندي حاجة عالية يعني، حتى تسريحتي ولادي بيطولوها. فطبعا أول ما بفصل المكوة ونخلص بتفضل سخنة، بحطها على الرخامة هنا، لأن هما يعني اما بيبقوا لابسين وكده وبيطلعوا برا ما بيدخلوش المطبخ. وبيبقى الرخامة بعيدة عن بنتي الصغيرة، وابني يعني بدأ يوعى شوية ان المكوة، لأن هو الوحيد اللي بيطول الرخامة، يعني هو واعي ان هي سخنة. انا كنت بخاف على على بنتي الصغيرة. بنات، حد عنده حل ازاي يطلع الحتة السيليكون اللي في الازازة دي؟
بجد استعملت حاجات كتير وجربت طرق كتير، مش عارفه اطلعها خالص. هنا انا كنت راجعه قايله لكم من عند ماما، كانت جايبه لي التموين بتاعي، فبدات ان انا احط كل حاجه في مكانها عشان ايه اهدي الدنيا واعرف المواعين قد ايه، احصر المواعين يعني. الرخامه الاولانيه ديت انا خلصتها اهو زي ما انتوا شايفين. الكبه دي اللي انا كنت مستعملاها الفجر في الدقه. اتبقى شوية دقة كده حطيتهم في طبق، وبقى عندي شوية فول في التلاجة، قلت ايه هتعشى بيهم بعد ما اخلص الكلام ده كله، احطهم على بعض هتشوفوا انا ايه موريكم بالتفصيل. نضفت الجزء الاولاني من الرخامة. جيت بقى على الرخامة التانية. شايفين رخامة اصلا 3/4 ادوية ولادي وجوزي، ربنا يشفيهم لي يا رب وما اشوفش فيهم حاجة وحشة ابدا. الاندومي اللي انا بوريها لكم ديت كنت في البازار في بورسعيد، فلقيت عرض التلاتة ب10. الصراحة انا خايفة اكلهم اصلا سعرهم بيخوف. قلت لجوزي يوم تبقى قاعد في البيت مش نازل ابقى اجربهم عشان لو حصل لي حاجة تلحقني بسرعة. اللي جربهم بقى يقول لي. ده اللي بقى من البطاطس انا حطيتها كده في طبق صغير، وانا واقفة في المطبخ اصلا طول ما انا واقفة عمالة اكلها يعني، حرام ارميها حرام. واحد بيشوف فيديوهات وكلام من ده بقيت بستحرم ارمي حتى حتة عيش صغيرة. بنات لو وصلتوا لهنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة، لو انتوا جداد معايا ما تنسوش تعملوا لي اشتراك عشان فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم زر كل جديد. انا مش عارفة بخرف ليه اصلا معلش يا جماعة اعذروني، اللي حصل فيا اليومين اللي فاتوا ده مش قليل. بدأت بقى ان انا اعمل الرخامة بالمناديل. عملتها الاول بالمناديل الناشفه، بعد كده عملتها بالمناديل الوايبس، بعد كده عملتها بالمناديل الناشفه تاني عشان اتاكد ان هي نظيفه كويسه، لاني ما صبنتهاش، انا بصبنها بعد ما بعمل المواعين خالص. وهنا بحط المواعين عشان انشفها يعني، بحطها في ناحيه متصبنه بالصابون، وبعد كده احطها على الرخامه من هنا تنشف. طبعا اللي سالني على الرخامه ده ورق ستيكر عربيات، بتجيبيه من محل مستلزمات او اكسسوارات العربيات. ده بيتحمل كل حاجة، سخن ساقع اي حاجة بتحطيها عليه. انا حطاه كده بالظبط ليا من شهر 9، مش اللي فات اللي قبله، يعني ليا اكتر من سنة وكم شهر اهو، سنة وشهرين اهو زي ما انتوا شايفينه. واللي سألني برضو على الدهان بتاع المطبخ، في ايه يا بنتي ايه الرغي ده الصبح انت اكله ايه؟ المهم الدهان كله زي الفل المطبخ، بس للامانه في الحته اللي انتوا شايفينها اللي هي عند الحوض دي بدات ان هي تقشر شويه، حته صغيره دي بس. فانا قلت هجيب اللي هو الورق الفوم، بس مش القديم، نزل منه اشكال جديده. انا عملت معاكم القديم برضو في الفيديوهات القديمه كان تحفه، مش فاهمه انا شلته ليه اصلا، بس قلت ايه انا بحب اجدد كل فتره. هعمل بقى ايه الورق الجديد ده معاكم في تجهيزات رمضان ان شاء الله. ربنا يعود علينا وعليكم بالخير، انتوا عارفيني بحب اجدد المطبخ والبيت كله عامه قبل رمضان. بنات لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك لو انت جديده معانا في القناه، وتنورونا وتبقوا من عيلتنا. دي قناتي انا واختي اللي اول مره يشوفونا. اللايك طبعا بيساعدني وبيعرفني ان انا استمر، بيعرفني يعني ان انتوا حابين الفيديو وحابين الروتينات وكده، ودينا بننصح بعض وبنفيد بعض. كل اللي عنده معلومة يقولها ممكن تفيد حد تاني يعني. انا بستفاد من ناس كتير قوي فعلا برضو على اليوتيوب. في حاجات كده يعني انا ببقى بتفرج على فيديو روتين عادي، الاقي حاجة هنا او حاجة هنا كده بتفيدني. وبجد انا يعني من اكتر الحاجات اللي بعشقها هي قناتي يعني. هي مش كبيرة شوية ولا اي حاجة من الحاجات دي، بس عايزة اقول لكم ان انا عملت اصحاب منها. الواحد حاسس ان هو بيعمل حاجة يعني، بالذات البنات او الامهات اللي مش بتشتغل بتلاقي نفسها كل يوم تصحى روتين، اكل شرب لبس الاطفال كده. فانا حاسه ان القناه دي حاجه لنفسي، فاهمني؟ انا بقى اعمل حاجه لنفسي.
خدت بقى البوتاجاز. بصوا، هو اللي جوه ده في البوتاجاز ده مش حاجة عايزة تتغسل. انا كنت غبية في مرة، كنت حاطة بوت زرع كده، لو هتشوفوه في الفيديوهات القديمة، ومتعودة كل ما اشغل الفرن بشيله. ففي مرة مشغلة الفرن وكان على مكرونة بشاميل ونسيته. خلصت بجد. المطبخ متعب قوي. بصوا انا عايزاكم تشوفوا معايا النظافة. بصوا لي على الجمال والحلاوة. كده بقى اشغل النور ده وانا رايقة كده. حتى الحوض مرتاحش والله الا لما يبقى كده اهو. مفيش بس غير شوية الفول دول، كان في شوية دقة متبقيين في الكبة، استحرمت ارميهم الصراحة. فكان عندي فول سادة في التلاجة كيس، حطيته كده هنا. والاطباق دي بقى ميزتها ايه بقى؟ ان هي بتحسسني ان انا في مطعم، وفي نفس الوقت بعرف اسخن عليها النار كده. يعني انا هنا احط لها مثلا ايه، معلقة سمنة واظبط الملح، والدنيا هنا تبقى تمام. كوباية شاي بقى وعالدنيا السكاليلة. الحمد لله. يعني احلى حاجة في الدنيا والله العظيم يا جماعة النظافة. انتي لو نفسيتك وحشة او متضايقة او في حاجة مضايقاكي مثلا او كده، والله العظيم اسمعي كلامي. انا لما مثلا تكون حاجة مضايقاني، اخش اقوم اطلع خمتي كلها في البيت، بتلهى، بنسى، دماغي بتتشتت. لكن انت طول ما انتي قاعدة مثلا مش بتعملي اي حاجة خالص، وفي حاجة مضايقاكي، هتفضلي تفكري فيها وتعيدي وتزيدي فيها، والشيطان مش هيسيبك. انت عارفة الشيطان يعني ما بيتوصاش. فاهدي كده وتقومي تعملي لك كوباية قهوة او كوباية شاي لو انت ما بتحبيش القهوة، وتقومي تمسكي البيت وتقولي له يانا يا انت، يانا يا انت. انا عامة يعني راحتي النفسية كلها لما البيت يكون نضيف كده. انا شم ريحة النظافة، شمنها معايا. طبعا جعت جدا، فاللي بينقذني حلة امي المنقذة، على طول تعملي حلة محشي كده، سيبها في التلاجة، مش بتغدى بيها، بس تلاقوني انا وولادي بنقعد نضربها بالليل. عمل له ايه؟ قط كان وقعه في في الزبالة فيلم وقع على هوم دماغه. الون شغال. بحب اجواء الشتاء اصلا، بيفكرني بيه، بيفكرني يعني باجواء الشتاء وكده. وعملت لهم شويه مانجا. المانجا بتلم اوراقها وكده، قلت اما اقوم اعصر لنا حاجه، المحشي طبق على نفسنا. عملت صفقه شرابات. دايما كل ما بروح لماما اجيب لي صفقه شرابات من عندها. هنا كنت بوريكم مشتريات. كان عندي فرح تاني يوم، جبت، بصوا دول حلوين جدا للبنات اللي هي مش بتخاف، اللي هي تعمل يعني تخرم حلق في ودنها. دي حلوة قوي من غير ما تحتاجي ان انتي تروحي تخرمي ودنك او اي حاجة. ده تحفة. الحلقان دي حلوة قوي. دي بناجل. كان عندنا حد اسمه سعد الفار، اكيد كله عارفه. كان عامل عليها عروض، الواحد ب50 جنيه، وطبعا ده سعر فلكي في الحاجات ديت. مفيش بقى يعني اقل بنجل ممكن تلاقيه 180 190. وانا كنت بعمل الحاجات دي. انا كنت مولعه على غدا بكره، لان زي ما قلت لكم انا عندي فرح وما بحبش ابقى مكركبه. قلت حتى الرز هولع عليه. وبكره كنت عامله فته، هسخن بس. هوريكم بقى اللوك بتاعي بتاع الفرح، قولوا لي رايكم في ايه. دي طبعا الاوضه بعد ما شبه خلصت. هنزل معاكم الروتين باقي البيت، انا لسه منزلتهوش. الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله نعمل بقية روتين البيت. لو وصلتوا لهنا متنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.